بيعرف يعمل علاقات بس ما بيعرفش يحافظ عليها. بيعرف يبدأ لكن ما بيعرفش يكمل. بنعرف نضحك لكن ما بنعرفش نواجه. الإنترنت محيط عظيم الإمكانات، لكن السباحة فيه دون بوصلة واعية قد تقودنا إلى الغرق في دوامته. الرقي الحقيقي اليوم لا يكمن في التواجد الدائم على الشبكة، بل في القدرة على الانفصال عنه بإرادة حرة للاتصال بما هو أعمق وأبقى، ذواتنا الحقيقية ومن نحب، واللحظة الراهنة التي نعيشها. بالعراقي انتبه لنفسك. أنا وياك رائدة أعمال من العراق. وبالمصري خد بالك. أنا أشرف يحيى، رائد أعمال من مصر. السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا خد بالك. النهاردة هنتكلم عن العلاقات اللي بتتكسر من غير صوت. للأسف الناس بقت تحبك طول ما انت نافع ليهم، لكن لما تبقى حقيقي الله يسهل عليك. السوشيال ميديا علمتنا نبدل الناس زي ما بنبدل الصور. في ناس علاقتها اتدمرت مش علشان الغلط، علشان الكبر. ولو اتحطيت ما بين انك تخسر الناس ولا تخسر صورتك، اعتقد الاجابة هتبقى انت ادرى الناس بيها. احنا جيل بيعرف يعمل علاقات بس ما بيعرفش يحافظ عليها. بيعرف يبدأ لكن ما بيعرفش يكمل. بنعرف نضحك لكن ما بنعرفش نواجه. وأول ما العلاقة بتحتاج مجهود بنخلع. أول ما حد يواجهنا بغلطنا بنقفل منه. أول ما نتحط قدام المراية عشان نحاسب نفسنا بنكسر المراية. احنا بقينا قاعدين مع بعض بس كل واحد عايش لوحده. طيب أكتر حاجة بتكسر العلاقات إيه؟ كبرياء، مش الكرامة. إنك تغلط وتستني اللي قدامك يعتذر. إنك تزعل وتستنى الزمن يصلح. إنك تموت من جوه ومش راضي تعترف إنك غلطان. بقينا للأسف بنتخانق علشان نكسب مش علشان نكمل. للأسف دلوقتي بقى الاعتراف ضعف، والرجوع غلط، والاعتذار كسر عين. احنا اتربينا علشان نبان جامدين مش نكون صح. بقينا نضحي بعلاقاتنا باخواتنا بأي حاجة، المهم شكلي صورتي وبس. بقينا بنخاف نكون ضعفة. ولو فهمنا بجد احنا عمرنا ما ينفع نكون ضعفة غير مع الناس القريبين لينا. طيب احنا عارفين ليه ما بنعترفش؟ لأن الغلط بقى جزء من صورتنا. الغلط بقى جزء من حياتنا. احنا بقينا نعرف نعيش وسط الناس بس ما نعرفش نعيش مع حد. والوحدة مش انك تكون لوحدك. الوحدة انك تكون وسط الناس ومعاهم ومحدش حاسس بيك. عارف ليه احنا بنعمل كده؟ احنا بنكسر علاقاتنا بايدينا ونزعل لما نلاقي نفسنا لوحدنا، ونقفل من غير ما نفهم، ونقول احنا عملنا اللي يريحنا، واحنا ما يريحناش غير غرورنا. مشكلتنا مش بنعرف نفرق ما بين الكبرياء والكرامة. الكرامة دي تحفظك وتصونك وتخلي ليك كيان. الكبرياء انك تغلط وتستنى اللي قدامك يعتذر. خليك تزعل وتقول انا مش محتاجه وانت محتاجه.
بس مش قادر تقول. طيب ليه ما بنعترفش بده؟ لأن الاعتراف معناه نهد كل اللي بنيناه، واحنا تعبنا كتير في التمثيل. احنا بقالنا سنين بنقول ربنا ما خلقناش نعيش مكسورين، ولا نمثل، ولا نخسر بعض ونقول الدنيا كده. ربنا قال والصلح خير، مش أسهل لكن أنظف. تخيل كده لو كل اللي حواليك ما ينفعش تعيش معاهم نفسك وانت ضعيف، وانت محتاج، وانت على طبيعتك، وانت صادق، تبقى عايش مع مين؟ ولا ايه معنى الحياة اصلا؟ السؤال مش مين غلط، السؤال هتفضل تمثل لحد امتى؟ والسلام.